أعزائي المشاهدين، وإذا كنا من خلال السهرة تحلى بنلتقي مع عدد كبير جدا من نجوم مصر في مختلف المجالات، كمان بنحاول إن احنا ندي فرصة لإثبات الوجود، بندي فرصة لمجموعة كبيرة جدا من الشباب في كل أسبوع وفي كل سهرة إن احنا نقدمهم ونديهم فرصة إزاي يطلعوا على اول ويصعدوا درجات السلم زي النجوم اللي بيشوفوهم من خلال برنامجنا. احنا النهارده من خلال فقرتنا دي معانا 2 من المطربين الشباب اللي نفسهم يبتدوا السلم من اوله ونفسهم يثبتوا جدارتهم ويوريكوا كمان موهبتهم. معانا النهارده المطرب النوبي ياسر ريكا. اهلا بيك يا ياسر. اهلا بيك يا ياسر. ومعانا المطرب احمد نور. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيكم. يمكن مطربين شباب وبيبتدوا السلم من اوله، اكيد في طموحات عريضه جدا واكيد في بدايه الموهبه الجميله دي. كلنا بنتمنى طبعا ان انتوا توصلوا لاخر السلم وتبقوا نجوم كبار جدا ويبقى عندكم صبر، لان زي ما بنقول الساحه مليئه بالاصوات الجميله، لكن هنبتدي ونقول الموهبه بدات ازاي وطريقكم ايه وخطتكم ايه علشان تحاولوا توصلوا للنجوميه. نبدا بيك يا احمد. برضو ابتدى من الجامعه وابتدى من الحفلات الصغيره اللي ممكن تجمع بين مجموعه من الشباب. يعني قبل كل شيء انا سعيد ان انا معاكم النهارده، ويا رب كده دايما يا رب تطلعوا كده اصوات جميله، ويعني انتوا بتكتشفوا حاجات جميله جدا وحاجات، فانا سعيد جدا بجد بالنمو والفكره الجميله ديت. انا بدات بعد الدراسه ابتدى الموضوع يظهر، وابتدى برضو بدراسه اكاديميه، بقى درست المزيكا كدراسه اكاديميه. فين في المعهد؟ درست دراسات حره في نقابه المال الموسيقيه، كانت فاتحه، كانت بدايه فصول التقويه هناك بالنسبه لهناك كمزيكا، اللي عايز يتعلم مزيكا تمام يتعلم مزيكا على اصولها. فتعلمت المزيكا هناك، وبعد كده احترفت الغنى ومعايا فرقتي ومتواجد في السوق، فالحمد لله. الحمد لله. طب احنا عايزين نسمع هبه، ايه رايك؟ احمد عايزين نسمع منك ايه؟ انا في حاجه هقولها ولسه ملحنينها وجميله فانا لسه ما حفظتهاش. انا شايفه ماسك الورقه، لسه الورقه اهي والله ورقه فانا متفائل بيها مني اول لقاء معاكم وحاجه جميله جدا، فانا متفائل بيها، فانا قلت يعني ما دام جايه في وقتها مش عارف بقى يمكن النصيب. طيب احنا حابين نسمعها. هي كلمات مدام نصرية عبد السميع، شاعره جامده جدا وليها مستقبل جامد جدا جدا، وانا بحييها مليون تحيه من خلال البرنامج، ويا رب تشرفنا هنا مره في البرنامج هنا، ان هي حاجه جميله جدا ان شاء الله وحاجه تشرف اكيد. فهي بتقول ايه بقى؟ عن احوالي هقول واكتب لك، عاللي بيحصل هحكي واوصف لك، اسمع مني شوف واتعلم، غدر الناس خلانا اتكلم. عن احوالي هقول واكتب لك، عاللي بيحصل لي هحكي واوصف لك، اسمع مني شوف واتعلم، غدر الناس خلانا اتكلم. كل حقيقة ظهرت لينا، صدق وغش من حوالينا، واللي يعيش لازم يتعلم. انا للظلم عمري ما سلم، عن احوالي هقول واكتب لك، عاللي بيحصل لي هحكي واوصف لك، اسمع مني شوف واتعلم، غدر الناس خلانا اتكلم. رغم ظروفي اللي انا عايشها، صعبة وسهلة هكون وياها، أزمة تروح وعليا تعدي، ظلمت فيا ما كانش بيدي. رغم ظروفي اللي أنا عايشها، صعبة وسهلة هكون وياها، أزمة تروح وعلينا تعدي، ظلمت فيا ما كانش بيدي. عن أحوالي هقول واكتب لك، عاللي بيحصل لي هحكي واوصف لك، اسمع مني
شوف واتعلم، غدر الناس خلاني اتكلم. من الازمات بقى، احنا هاخد منك السؤال بتاعي دلوقتي. من الازمات، يا ترى في ازمات فعلا بتواجهكم كجيل؟ في ازمات او عقبات ممكن تواجه اي فنان بيبتدي بدايه طريقه للفن وبيحاول انه يحاول يوصل لمكانه معينه، يحاول زي ما بنقول ان يمكن الساحه اتملت بكل الاصوات باشكالها المختلفه، بقى في اشكال تانية من الفن الاستعراضي بشكل الفيديو كليب المستحدث الجديد اللي يمكن اغلبه مستقى من الغرب واللي احنا اتعودنا عليه على شاشة التلفزيون. كل ده يمكن عقبات وممكن تكون أزمات بالنسبة لفنان بيبتدي طريقه إن ما كانش وراه اللي يسنده اللي يساعده. هو ربنا في كل شيء يعني. اكيد. بس الواحد بيعمل اللي عليه، يعني الواحد ما دام موهوب، اساس الموضوع الموهبه، ما دام موجوده الموهبه وما دام بيسعى وعنده امل ان هو يوصل وجواه حاجه عايز يطلعها، ربنا يكرمه رغم الظروف اللي احنا فيها بجد. يعني الظروف بقت الفضائيات خلت الموضوع سهل جدا، بس في ناس وسايط وفي ناس مش عارف ايه وفي ناس ايه، بس برضو الموهوب انا بيقدر يوصل. اي حاجه تسمعنا حاجه خاصه بيك ولا تغني لحد تثبت بيه موهبتك اكتر واكتر؟ كده نقول وكده نقول. قول اللي انت حابب تسمعه للمشاهدين. انا في اغنيه اسمها رغم منك جرحت فيا. دي خاصه بيك؟ هي اغنيه جديده. احمد وبعدين غدر الناس وبعدين جرح فيا، غدر وجرح وكل حاجه. بتحب الاغاني الدراميه؟ بتحس انها توصل اكتر للناس؟ لان البني ادم من لو ما حزنش، لو ما حسش بلحظه الحزن، هيبقى الفرح بالنسبه لي عادي. الاحساس يمكن هو المهم، سواء كان حزن او فرح، الاحساس مهم. صح. انا جميله. وفي اغنيه ثانيه اسمها هو ده الحب جميله جدا. طب سمعنا هو ده الحب جميله برضه. هو ده الحب، هو بيعتب عليه بيقول له هو ده الحب برضه مفيش فايده فيك. طب اتفضل يا احمد نسمع حاجه. اغني اللي انت تحبه. خلاص. ما حبتنيش، ما حسيتنيش، ما رحمتنيش وانت بتجرح فيا. ما حبتنيش تيرارا، ما حسيتنيش تيرارا، ما عتبتنيش وهانت دموع عينيا. هو ده الحب، هو ده الحب، هو ده الحب عندك تخاصم وتزيد في عندك. هو ده الحب عندك تخاصم وتزيد في عندك. وانا علشان بحبك بصبر قلبي عليك. هو ده الحب، هو تعلق قلبي بقوة. هو ده الحب، هو تعلق قلبي بقوة. وانا الحول ولا قوة مسلم امري ليك وادعي عليك بايه. ما كفايه اللي انت فيه، ادعي عليك بايه. ما كفايه اللي انت فيه. هو ده الحب تيرارا، هو ده الحب، هو ده الحب، هو ده الحب. عموما بالحب احنا التقينا بيكم، وبالحب بنختم لقائنا معاكم، وبنتمنى ان شاء الله ان انتوا تبقوا نجوم كبار على الساحه الفنيه، تلتزموا بنقول فننا الشرقي الاصيل، وتقدموا الموهبه بتاعتكم على اكمل وجه. المقبله قعدنا معاكم خلاص، احنا متفائلين بكم قوي. وتكون القناه الثالثه ان شاء الله فتحه خير عليكم، يا رب يكون وشنا حلو عليهم يا رب باذن الله. احنا سعدنا كمان بوجودنا النهارده معاكم من خلال شاشه الثالثه. قدمنا لكم مجموعه كبيره من اللقاءات مع عدد من النجوم اللي يمكن كانوا موجودين على الساحه من فتره واللي اختفوا عننا ورجعوا تاني، ومع وجوه جديده واصوات جديده. وبنتمنى ان شاء الله ان الحياه تستمر، وهنتقابل في سهرات جميله من سهرات القناه الثالثه، ويمكن هنكون معاكم ان شاء الله في سهرات تانية ولقاءات تانية وفقرات مميزه سواء فنيه او ثقافيه في سهراتنا كل اسبوع. وانتظرونا والسهره تحلى. احنا بنتمنى تكون فقراتنا نالت اعجاب كل حضراتكم، ولاقونا على خير دايما من خلال شاشه القناه الثالثه. الى اللقاء.